البداية مع الأهلي المارد الأحمر سيد إفريقيا بلا منازع الذي تمكن في هذه الليلة من هزيمة ميدياما بثلاثية نظيفة. الأهلي النهاردة بصم بالثلاثة في الشوط الثاني، رغم أنك في الشوط الأولاني حاسس أنه الأهلي ما هوش بعيد، إلا أنه شوية المطبات اللي الأهلي اتحط فيها من أول مباراة السوبر ومرورا بالبطولة الأخيرة، بطولة إفريقيا الأخيرة في نسختها المستحدثة، غيروا لنا حياتنا بتوع أفريقيا. كل يوم يعملوا لك بطولة وبكرة الصبح يحط لك بطولة ومش عارف إيه، فأنت بقيت حاسس إنه في الدنيا كلها بطولات حواليك. ما عليه، مش هي دي القصة. ومرورا بهذه البطولة وحتى في بطولة الدوري كان في شوية مطبات بالنسبة للنادي الأهلي. النهارده مكسب النادي الاهلي هو مكسب مطمئن في وقت مهم على المستوى الفني وعلى المستوى المعنوي، وهشرح لك ليه. النهارده الثلاثيه النظيفه كان اصحاب التسجيل فيها كهربا كان في الدقيقه 66، وكان حسين الشحات في الدقيقه 75، واخيرا صلاح محسن سجل للاهلي في الدقيقه 85 من ضربه راس بعد ما نزل بديل في الدقيقه 81. اول حاجه عملها صلاح محسن اول لما نزل اخد انذار. انا بيني وبينك اتوغوشت، لانه صلاح يعني انذار يا صلاح، فقلقت بقى، قلت هيبقى موقف هيبقى صعب جدا جدا. طب انا قلقت على ايه وقلقت من ايه؟ للامانه انا صلاح بحس انه جوده لعيب كويس، محتاج توجيه طول الوقت، ومحتاج حد يركز معاه ويشرح له هي الدنيا تمشي ازاي وتيجي منين. فعشان كده كان جاي لي حاله القلق ان هو ياخد واحده كمان بعديها، وكل سنه وهو طيب يقعد بقى بره فما يلحقش، فكانت هتبقى مشكله كبيره جدا جدا جدا. فخيرا فعل بان هو سجل هدف في الدقيقه 85 وهو الهدف الثالث. ليه بقى المكسب ده مهم؟ الفتره اللي فاتت بص لها كده، طول ما انت ما كسبان انت كجمهور مش شايف اي مشاكل، مش شايف اي عيوب، مش شايف اي حاجه. تمام، برونو سافيو موجود زي ما هو مش موجود، بيلعب زي ما هو ما بيلعبش، فانت السنه اللي فاتت انا بكسب وباخد بطولات. يتصاب اكرم توفيق وفرده تقيله وانت تمام مكمل. يتصاب كريم فؤاد بعد ما كان طالع طلعه جامده جدا مع كولر وانت تمام مكمل. في الطريق تخسر لعيبه وانت تمام مكمل ومش حاسس باي حاجه، لان انت بتكسب. اذا المكسب بيداري لك كل العيوب الفنيه او عيوب الاصابات، دنيتك ماشيه. لكن اول ما بتحصل مرجحه او تحصل هزه بتبتدي غصب عنك تشكك في كل حاجه، كل المعطيات اللي حواليك حتى ما منها ثابت. فتبتدي اصلا مش عينك بقى تروح على موديست، هو موديست جه ليه، وان كان ده سؤال منطقي وطبيعي على فكره، يعني عينك ما تروحش في الحته دي، تبتدي تشكك لا ده مش كولر بقى، ده انت هتروح في الحته دي اللي هو نفس الراجل اللي جاب معاك 5 بطولات السنه اللي فاتت. فبتبتدي يحصل رحله بقى من الشك في طريقه اللعب، فتبتدي تسمع لاول مره انه هو الروتيشن والتدوير بتاع كولر ده صح ولا غلط، بعد ما انت كنت السنه اللي فاتت طول الوقت عمال تتكلم انه يا الراجل ده عبقري بيعمل عمليه التدوير وانت مش حاسس باي حاجه، يا انا حاسس ان ال 30 لعيب اللي موجودين في قائمه النادي الاهلي مفيش اي اختلاف، يا كبير زي الصغار في قائمه النادي الاهلي، فانت دنيتك تمام. اول لما تحصل هزه على طول اول حاجه بتروح للحاجات الهشه اللي هي حقيقه تنتقد، بعد ما تخلصها هتبتدي ايه غصب عنك بقى، وده الخطر الكبير، انك تبتدي تهد في ثوابتك. الراجل اللي جنبي ده كده ده من الثوابت. كولر افكاره هي اللي ممشيه النادي الاهلي، هي مشيت النادي الاهلي السنه اللي فاتت بهذا النجاح. فمكسب النهارده مهم عشان المرحله دي. ودايما لازم تاخد بالك من نقطه مهمه، وهنا كلامي موجه لجمهور النادي الاهلي. مفيش فرقه في الدنيا ما بيحصلهاش عثرات. مفيش فرقه بتفضل طول الوقت ماشيه برتم ونسق عالي، لازم يحصل لك دروب. هات اي فرقه كده في العالم، اي فرقه طخ اي اسم جامد في العالم، هتلاقيه غصب عنه ماشي كويس جدا جدا، يجي قدام فرقه انت مش متوقع تخبط منها ويخسر، فانت اللي هو عادي مكملين الدنيا تمام، ما بيحصل لهمش الهزه دي على مستوى الثوابت بتاعتهم. مكسب النهارده
مطمئن من الناحيه دي. انت شفت النهارده، معلش، هو مين اللي مسجل الاجوان النهارده؟ ما هو صلاح محسن اللي الناس بقى لها فتره عماله تتكلم فيه، ما هو صلاح محسن النهارده ماشي. مين اللي الناس بتتكلم عليه؟ حسين الشحات، مش مستوى، مش جايب مستوى، مش هو المستوى. حسين بيسجل النهارده. كهربا نفس الفكره، مش كهربا، مش هو ده، ما انضمش لمنتخب مصر، مش كهربا، بيسجل النهارده. اذا المكسب له ابعاد كتيره جدا جدا، هيعرف النادي الاهلي يستغلها. ولكن على جانب اخر بشوف ان هناك اشاده واشاره مستحقه بكل ما تحمله الكلمه من معنى للشناوي. الشناوي بقاله فتره ماشي بمستوى كويس جدا جدا، وهات كده من اول منتخبنا الوطني والرحله بتاعت ماتش سيراليون تحديدا، وقبليها برضو ماتش جيبوتي، وان كان ماتش جيبوتي يعني ما حصلش يعني الهجوم الجامد على مرمى منتخبنا الوطني. بس هات كده ماتش سيراليون، شوف الشناوي كان بطل هذا اللقاء الاوحد، نجمه الاوحد. وهات الشناوي في ماتش النهارده وشوف تصدياته النهارده الكورتين بجونين، فتعرف يا جماعه انا مش دايما مع العدويين في عنوان كده يقول لك ايه، الجول نص الفرقه. حماده بالجنزبيل، حط لي اي جملتين جنب بعض ونفضل طول عمرنا يتوارثها الاجيال ونقعد نقولها الجول نص الفرقه. هو الجول ولا نص الفرقه ولا حاجه، لانه الفرقه كلها محتاج، يعني احنا محتاجين ان الفرقه كلها. فهو لا الجول نص الفرقه ولا المدافع نص الفرقه ولا خط النص نص الفرقه ولا المهاجم نص الفرقه. هي اسمها فرقه على بعضها، لكن الفرق الكبيره جوده حارس المرمى فيها مطلوبه، علشان لما احتاجك الاقيك. ده العنوان الصح اللي انا بفهمه. لكن اللي هي عارفين انتوا الاكلاشات اللي هي خلاص اتطبعت واتعلبت واتسلفنت وتنزل اول لما حارس مرمى في اي حته في الدنيا يعمل اي حاجه كويسه، فتلاقي لي عناوين. انا من ضمن الحاجات بصراحه بتقتلني يعني في العنوان الجون نص الفرقه. يعني ليه يعني الجون نص الفرقه؟ الجون مش نص الفرقه ولا حاجه على فكره. الدفاع برضه تيجي امشيها لك، الدفاع نص الفرقه. ها ايه رايك؟ اشتريت مني ولا ما اشتريتش؟ فكر كده. ما هو الدفاع ده بيعمل ايه؟ او بيدافع. الدفاع نص الفرقه. لو فرقه ما عندهاش دفاع كويس اهو خلاص هتبقى حاجه وحشه جدا سيئه. طب اقول لك حاجه ثانيه، الهجوم نص الفرقه. ها مشيت ولا ما مشيتش؟ ما هو انت لو ما عندكش حد بيسجل اجوان الدنيا كل سنه وانت طيب، انا اقعد اجيب في فرص وما اسجلش. اذا المقوله نفسها مش صح. لكن ايه الصح؟ الصح ان انا كواليتي زي النهارده زي محمد الشناوي لما احتاجه الاقيه، هو ده. ومش هحتاجه في حاجات سهله. ما هو انا برضو حارس المرمى بتاعي مش عادي، مش هيبقى زي بقيه الحراس العاديين اللي هو هيشيل واحده سهله اتبسط، او شال واحده صعبه فانا اتبسط. لا، هو يشيل لي واحده او اتنين وتلاته واربعه صعبين فاعرف القيمه. فالنهارده الشناوي حقيقه عجبني جدا جدا في الفرصتين الصعبين اللي انا لسه عارضهم لحضرتك من شويه على الشاشه. مكسب مهم على المستوى النفسي وعلى المستوى المعنوي، هيرجع النادي الاهلي تاني بعد حاله اهتزاز كده شويه، وبعد ما الجمهور بدا ياخد رحله كده من الشكوك حوالين طريقه اللعب، حوالين افكار الراجل، حوالين المساله بتاعه التدوير، حوالين الامور اللي شبه كده. مفيش مباراه ما فيهاش اخطاء فنيه، لازم انا وانت نبقى بنتكلم بالواقع ده. المباراه اكيد فيها اخطاء فنيه، لكنه انت النهارده عندك مكسب بثلاثيه. الاهلي تشعر كما لو انه بيبتدي مرحله جديده. يعني انا حاسس من الطريقه كده انه في مرحله جديده بالنسبه للنادي الاهلي.